طيب فانس اللي افتح المايك. خيرا جاء دوري. وشيء أحب أصبح عليكم بالخير يا أخوان. بالنسبة لقضية فلسطين أنا أشوف أنه في هناك قضية أهم منها، وللأسف العالم العربي والإسلامي مو داري عنها. أنتم تدرون ايش هي القضية يا بهجة صابر؟ لا أنا أظن أن محيط تيز الملك سلمان شاغل الأمة دلوقتي. في طيز أمك يا ابن القهبة، كس أمك يا ابن الشرموط. سلمان أحطه على صبري عشان يقوم ويقعد قبل ما ينام. يلا يا ابن المتناك، يالا يالا يالا، ده أنا اللي حشيك وحاشي ولي عهدك ومليكك يا بنغالي يا ابن الغالي. بغص عليك وعلى الشرموطة اللي بلدنا بيك يا ابن القحبة. انت هتلعب عليا انا يا قص امك؟ غبي غبي يا ابن المتناكة. انت لسه قاعد في خيمة بالنسبة لنا ابن الشرموطة. طب بص، ادي واحد ابن مرة متناكة منهم حط حاجة 6 صورة 6 طيز الملك سلمان. خدوا بالكم الناس اللي طالعة بتحط حاجات على تويتر لينكات. انا مسحت شلته خلاص قفلته. ادي البنغال، ما هو بنغال ابن مرة متناك، بنغال ابن مرة متناك. طب هو مش عارف انا ارفع الناس، في مشكلة في الكونكشن. طيب حد انزل واطلع تاني، شوف حد تاني، شوف حد تاني. خلينا بس نرفع ده. يلا يا غالي يا ابن البنغالي، يلا يا غالي. طب ماشي، انا داش بفكرز، يمكن ده ينفع يا جدعان. وصلنا في بهجة صابر مصر، تخطينا 6000 ورجعنا وقعنا ل 2800. والله عيب والله. كل ده التيك توك كان محتاج منك التكبيس والشير دخلت عليك قال لك يلا العبوا بعيد يا حبايبي انتوا. طيب احمد عمر تفضل. خير احمد عمر سمعنا. مساء الخير، مساء الخير مره تانية. على فكره في حاجه في البث كذا مره الصوت بيفصل. انا بس عايز اسال سؤال للاستاذ باجد عشان ايه اديله السؤال الحقيقي. تمام. هو دلوقتي سؤال، هل الصهاينه دلوقتي راضيين عن الحكام العرب؟ راضيين عن الحكام، هم اللي معينينهم. لو مش راضيين عليهم هيشيلوهم. تمام. يبقى انا كده اروح من قول ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. صحيح. فهل سبب الانبطاح حاجه زي كده ولا حاجه تانية؟ هو لازم تاخد بالك. ايه في المايك عندك عشان الصوت بيتكرر. ولاد المتناكة دول مش يهود، ده نوع من انواع الديانات الصهيونيه، زاينست ماذر بيتشز. هتلاقي في من يدعي المسيحيه زاينست، من يدعي الاسلام زاينست، من يدعي اليهوديه زاينست، في الكافر ابن المتناكة الذي لا يدعي، من يدعي ان ليس للكون اله هتلاقيه زاينست برضه. فالديانه الجديده زاينست دول اخطر من اي حد، اخطر من المحتل نفسه. لان اي محتل في الدنيا بيبقي على الناس اللي عايشين على الارض. يعني انجلترا لما احتلت مصر خلت المصريين بتشغلهم وبتستعبدهم وبتمص في خيرهم زي ما بيقولوا. انما الزاينيز دول مثلهم كمثل الرجل الابيض ابن دين الكلب اللي دخل الامريكتين وقضى على السكان الاصليين فيها. زيهم زي ابن دين الكلب مدعي اليهوديه او اي مدعي اي خراره على دين امه. لما دخل فلسطين بيعملوا ايه؟ زي المرة الشرموطة المتنكر اللي لسه طالع، ما تفتحوا الحدود عشان الغزاويين يهربوا على اوروبا وامريكا. زاينست عاوزين يشيلوك من على وش الارض. لو انت ما هربتش وما نجحوش ان هم يهجروك هيقتلوك. فهكذا هم الحكام العرب ولاد المتناكة، زاينست بينفذوا اجندة الزاينست. لان الحاكم العربي لو جاي يحكم هيطور بلده وهيعمل مواطن قوي حقيقي
يقدر يوصل بلده اقتصاديا زي كوريا، زي اليابان، زي أمريكا، زي أوروبا، خصوصا مناهج الخليج، لكنهم لا يفعلون. بتاع دبي بيعمل ايه؟ عامل فنادق دعارة ابن المتناكة. بتاع السعودية بيتبعوا على نفس الخطة، موسم الرياض والدعارة والمنيكة والشرمطة وبس كده. السيسي ابن المرة المتناكة لما حب يعمل نهضة راح قال لك العالمين وشقق دعارة وفنادق دعارة وكباري، عشان تاخد الناس من الأماكن الغنية تاخدهم للعالمين وتاخدهم للسخنة والبردة وينيكوا بعض وينيكوا البلد، وخلصت الشغلانة على كده، نقلبها شقق دعارة. فدول ولاد المتناكة بيقضوا على نوع من أنواع القضاء على الشعب. دي جوعك، يرجع يقول لك ما تخلفش، انت لاقي تاكل عشان تخلف ما تتجوزش. تلاقي حتى الخلفة بتاعتك حرام، عاوز يلغي الطلاق الشفهي عشان تبقى انت خلاص عيالك، انت عيالك وعيالكوا فعلا، بس عيال حرام ولاد متناكة. فالزاينست يعني دول زاينس بقى، اولاد المتناكة دول ما اسمهمش يهود، ولا علاقة لهم باليهودية. طب معلش حاجة تانية دلوقتي، هل انا كمسلم لو القضية الفلسطينية دي مش هي القضية بتاعتي اللي انا عايش عشانها، هل يكتمل اسلامي لا لو انا ما اعترفتش ان والله اعلم تخش النار. لو متوا على ذلك تكونوا من وقود النار في الآخرة. ده أمر ولا علاقة للقدس بهذا الأمر. أي أرض مسلمة محتلة يهتك فيها أعراض المسلمين ويقتلوا ويذبحوا، اللي بيحصل فيه ده، ولا تتحرك تبذل الغالي والرخيص لنجدتهم، فأنت لست عبد من عباد الله المأمور بأمره. أنت مطالب أن ترفع الأذى والبلاء عنهم بكل ما أوتيت من قوة، بنفسك ومالك يعني وأولادك، كل ما أوتيت من قوة لا تبخلن بشيء، وإلا خلاص يبقى أنت بتعارض ربنا، بتعارض النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لست من المسلمين. إن أنكرت هذا الأمر فأنت لست من المسلمين. وأنا مش شيخ ولا حاجة، بس هو الإسلام دينه فطرة، مش محتاج أكون شيخ عشان الموضوع ده يبقى معروف يعني. لكن إن حاولت وما عرفتش دي قصة تانية. طب هو انا بس اخر حاجة، بس معلش، هو ليه حضرتك مشهور وكل الناس عارفاك وكده، وانت حضرتك بره مصر وانا بره مصر وفي ناس كتيرة زينا بره مصر، احنا ليه مثلا ما نعملش مثلا تحالف، نعمل ويب سايت خاص بينا قبل الويب سايت نعمل يعني قوة بره مصر. بنقول لحضرتك اتفضل كون الخلية بتاعتك، دي أول حاجة. ما هو التحالف اهو، شوف أصحابك اللي أنت عارفهم في نفس المكان اللي أنت عايش فيه، أول تحالف لم على اللي منك، لم على القريب منك اللي أنت تعرفه معرفة شخصية، تقعد معاه بتشوفه وعارف إنه راجل هيقف معاك في أي أزمة، مش هيبيعك. اعمل التحالف بتاعك الأولي اللي احنا بنسميها خلية. عايش في اليابان، عايش في أمريكا، عايش في مصر، عايش في الملعونة السعودية، عايش في أي خرابة من خرابات سايكس بيكو، اعمل الخلية. عايش في أوروبا، اعمل برضك الخلية. ده أول حاجة في التحالف. وبنقول لحضرتك تعالى انضم لينا، احنا لسه ما عملناش، احنا لسه بنقول عاوزين نظبط نفسنا بس شوية على السوشيال ميديا كام شهر جايين دول، عشان نقدر لما نخاطب الناس بدل ما نخاطب 10,000 دلوقتي، مليون دلوقتي، نقدر لا نخاطب عشرات الملايين في نفس الوقت، عشان ندور على الناس اللي حقيقي من دهب اللي احنا نقدر نعتمد عليهم ونزيح الأنظمة بنت الوسخة دي. معلش انا اسف برضه حاجه تذكرت، انا اسف برضه، هل من الواجب على كل مسلم يكون مؤمن يقينا تاما ان النزاع ده بينفض لصالح المسلمين عاجلا ام اجلا، او ما هي دي ارضاء بالامر وعدم الايمان بكده لا احنا مش هننتصر، لا هننتصر؟ هل ايماننا بان احنا هننتصر في يوم من الايام دلوقتي او بعدين، هل ده لو انا مش مؤمن بحاجه زي كده انا اعتقد يعني ان انا ما بقاش مسلم؟ هل تكذب رسول الله؟ ان كذبته كنت في الاخره من الخاسرين. كافر يعني تكذب الرسول تبقى من الرسول، هي دي مش محتاجه كتير يعني. شكرا حبيب القلب، شكرا. لا عم بهجت ممكن تحط بس عباس كو هوست؟ عباس يا عباس عاوزين نقلع سيس اللباس يا عباس،
ونحط في كيزو الكباس. كباس 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 يا عباس يا عباس. يلا وصلنا هتنزل وترجع تطلع يا زيد ولا؟ وصلنا ل1000 وردة. وصلنا ل1000 وردة على الحساب الجديد. 1000 وردة 1000 قلب أنا آسف. طبعا بهجت معلش بس. والحساب بهجت صابر مصر 3200. يلا نشد شوية. يلا يا رجاله. معلش يا عم بهجت.